من راجل لراجل يا صاحبي، بفكر نفسي وافكرك ان احنا يبقى عندنا جبر خواطر في الرفض. يعني ايه جبر خواطر في الرفض؟ يعني اكيد انا وانت وغيرنا طول الوقت بيتعرض علينا حاجات، بيتعرض علينا شغل من ناس حوالينا في مهنتنا، بيتعرض علينا رغبة في علاقات صداقة من ناس حوالينا، بيتعرض علينا حتى أكل، ممكن حد يعزم عليك بأكل أو حاجة هو طبخها شاريها. في كل الأحوال دي من حقك إن أنت ترفض، لكن تفضل هنا نقطة: هو أنت بترفض إزاي؟ في مشكلة عند أغلب الناس سواء مصريين أو غير مصريين. إيه هي بقى؟ إن لما بيتعرض عليهم حاجة وهم ما بيكونوش عايزينها، بيعملوا حاجة من اتنين وحشين قوي: يا إما إن هو يعلق اللي قدامه ويديله أمل بطريقة خفية، يعني يقول له أنا جات لي الحاجة بتاعتك وشفتها وتمام وهرد عليك وبعدين يسقع له يا صاحبي. أيوه، يسقع له، ما ردش عليه خالص، يسيبه بقى أسبوع اتنين شهر اتنين، فيفضل الشخص اللي على الطرف التاني عنده أمل في إنه يعني ده قال لي تمام وهيراجع وقرا ولطيف يبقى كده ياخدها، ويفضل الأمل يكبر جواه ويكبر ويكبر لحد ما تعدي فترة طويلة وانت ما بتردش عليه، فالأمل الكبير ده يتحول إلى خيبة أمل كبيرة وإحباط كبير. والحاجة التانية اللي ساعات معظم الناس بتعملها إن هم يتهربوا، يعني تجيلهم الحاجة فيتهربوا أصلا من الرفض، وكأن ما وصلوش أي حاجة، وكأن ما تعرضش عليه أي موضوع، وكأن الشخص التاني اللي سعى له هو والعدم سواء. يا صاحبي، لازم لما نيجي نرفض، وده من حقنا، نرفض بشكل واضح وبشكل لطيف. يعني ايه بشكل واضح؟ يعني ما تسقعش حد، ما تقعدش حد جنبك وهو عنده امل كذاب. وشكل لطيف يعني ما تكونش يعني قاسي، ما تكونش جليات، يعني ما تكونش طريقتك اللي هو ايه القرف اللي انت بعته ده، ولا ايه الشخصية الزبالة دي اللي صاحبها، ولا ايه الاكل اللي طعمه زي الزفت ده. لا لا خالص خالص. ألطف طريقة إن أنت تكون واضح وحاسم، بمعنى إن أنت مثلا طلبت مثلا من ديزاينر يعمل لك ديزاين معين، مصمم هيعمل لك تصميم معين، بعته لك ما عجبكش، مش ذوقك، مش حلو، الفكرة قديمة، قول له على طول: يا فلان شكرا ليك جدا على تعبك في ان انت عملت التصميم ده، انا جالي التصميم وشفته، لكن للأسف هو مش مناسب للي انا بدور عليه، وربنا يوفقك وان شاء الله تلاقي حد انسب مني تتعامل معاه، وان شاء الله يبقى لنا فرصة في المستقبل نتعاون مع بعض. بس على طول كده، ما تعلقش حد وما تبقاش قليل الذوق. الكلام ده بقى ينطبق على شغل، على علاقات، على اكل، على شرب، على اي حاجه، بحيث يا صاحبي انت يبقى عندك السنس بتاع جبر الخواطر في الرفض، عشان الشخص اللي انت بترفضه ده ما تكسرش قلبه، ما تحبطوش. ممكن يبقى حد جديد في الشغلانه فياخد الرفض بتاعك القاسي ويعمل له ازمه نفسيه. من راجل لراجل يا صاحبي، اجبر بخاطر اللي قدامك في الرفض عشان انت كمان يتجبر بخاطرك في الرفض.